السلام عليكم. قصر ذو طابع أسطوري خلاب، وهو على شكل تورتة العروسة. المسقط الأفقي مربع، به برج. البرج دائري على شكل أبراج العصور الوسطى. البرج به سلالم القصر. القصر على الطراز المغربي الأندلسي المتأثر بعمارة الأغريق الرومانية. وجود السلالم في على شكل هذا البرج هو متاخد من الحضارة الإسلامية يا جماعة. إنك تخلق فراغ جديد وتحط السلم في مكان غير معلوم، فتخش تفاجأ بشكله الجميل، وفي نفس الوقت بيدي شكل من بره، شكل المآذن، السلم داخل مأذنة المسجد. القصر ده ليه إطلالة فريدة جدا جدا على النيل، في مكان مميز جدا، في منطقة من أغنى أغنياء مصر، وكل العائلة المالكة كانت تسكن في هذا الحي. هذا الحي هو أشهر حي مصري، وهو حي الزمالك. منشئ هذا القصر هو الثري اليهودي المصري قطاوي باشا. وللعلم عائلة قطاوي كانت من أغنى عائلات مصر في عهد الملكية. تم تشييد هذا القصر البديع سنة 1902. وللعلم يا جماعة هذا القصر البديع شبيه جدا بالمعابد اليهودية اللي موجودة في مصر، في شكل الشبابيك، شكل الديزاين. اشترت الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل القصر سنة 1942، وظلت تعيش فيه إلى أن توفيت سنة 1984 ميلادية. القصر به سور حديدي شديد شديد الروعة وشديد شديد الجمال. باب القصر من الحديد مشابه جدا لبيبان قصور الأوروبية. القصر لا يوجد فيه أي تماثيل أو رسومات، وهذا من عجب العجاب في هذه العائلة المالكة، رغم أن الأميرة سميحة كانت تحب جدا الرسم، وفي القصر لها غرفة. ولكن من العجيب أن هذا القصر لا يوجد من خارج القصر أي رسومات لتماثيل. وهل هذا متأثر بحضارة باني هذا القصر قطاوي اليهودي المصري؟ الله أعلم. مساحة القصر، مساحة مباني القصر حوالي 500 متر، ومساحة الحديقة في القصر حوالي 1000 متر. جميع الزخارف الموجودة داخل هذا القصر البديع كلها زخارف نباتية وكف أندلسي. داخل هذا القصر الجميل وغرفه وحوائطه شهدت الكثير من تاريخ مصر في عهد الملك فاروق، واحتمال أن يكون هذا القصر شهد كل بداية مرحلة زواجه من الأميرة فريدة إلى النهاية بطلاق الأمير. ما يلفت الانتباه حقا أن هذا القصر لا يوجد فيه رسومات، رغم أن الأميرة سميحة كانت مخصصة لها غرفة لكي ترسم، وهي رسامة كبيرة ودرست الرسم في إيطاليا. هذه الأميرة ذات الميول الفنية حدث معها في نهاية حياتها أشياء غريبة وعجيبة أن تحدث مع أميرة من أمراء العيلة المالكة في مصر. لقد باعت
هذه الأميرة البائسة أشياء من عفشها وأجزاء من خشب القصر حتى تعيش. هذه الأميرة الجميلة كانت متزوجة من وحيد يسري، ووحيد يسري ابن الأميرة شويكار، وكانت متزوجة من الملك فؤاد أبو فاروق. وحيد يسري كانت أخته متزوجة من أحمد باشا حسنين، ولمن لم يعلم أحمد باشا حسنين صانع السياسات ومحرك الدولة. داخل هذا القصر تم الكثير من المؤامرات، ولكن لا يهمنا أن نسأل عنها. ولكن القصر شهد قصص كثيرة جدا في تاريخ مصر في نهاية الملكية. هذه الأميرة الجميلة كانت ذات هواية فنية، ودرست الفن في إيطاليا. بوابة القصر وهي شديدة التميز، وكان فيها شيء عجيب. كان فيها في سور مدخل القصر يوجد مكان لنونت حتى تضيء سنة 1902 قبل دخول الكهرباء. أجمل ما في القصر أنك تحس براحة نفسية شديدة جدا من إبداعات هذا القصر. وهذه هي كانت غالبا يتم الإنارة بالزيت قبل اختراع الكهرباء. حين قامت ثورة 23 يوليو تم تأميم الأميرة، مما اضطرها إلى أن تبيع عفشها لكي تعيش. أنا لا أحب أن أدخل في المواضيع الشخصية، ولكن هو قصر جميل مبدع من أجمل قصور القاهرة. داخل القصر للجميع الحب والاحترام والتقدير. جمال المغازي. يوم في مصر.